النهارده معانا كارت ميموري 32 جيجا تايواني اصلي ب 50 جنيه فقط، وطبعا ده لفتره محدوده. طبعا اغلبكم لو سمع الجملتين دول من اي حد مصدر ثقه ممكن يشتريه، ما يعرفش ان الكارت ده في اقل من شهر هيتلف، وكمان هيتسبب في ان هاتفك يصبح ابطأ. طبعا ما سالتش نفسك في كروت ب 50 جنيه وفي كروت ب 200 و300؟ ما سالتش ايه الفرق ما بينهم؟ المهم في فيديو النهارده هنعرف الفرق بين الكروت الرخيصه والكروت الغاليه، وكمان هنعرف افضل كارت يناسب احتياجك. يعني انت ممكن يحتاجك كارت ب 100، كارت ب 150، كارت ب 200. وكمان هنعرف كل حاجه مكتوبه على الكارت زي ما واضح امامكم في الصوره. كل حاجه مكتوبه على الكارت هتعرفها بالتفصيل عشان تختار كارت يناسب احتياجك. المهم من غير كتير نبدا بالفيديو. نبدأ بأول رقم. أول رقم في الصورة هو الشركة المصنعة، يعني هنجد أمامكم مكتوب شركة ليكسر زي الكارت اللي أنا جايبه ده، وأنا طبعا جايب كارتين من شركة ليكسر. طبعا في شركات مصنعة كتيرة زي كينجستون، سانديسك، سامسونج وشركات كتيرة. هتسألني طبعا نشتري ايه؟ أنا بالنسبة لي بشتري من 3 أنواع: ليكسر، سانديسك، وبشتري سامسونج. هتسألني في كينجستون متوفر في السوق. بصراحة مش بفضل كينجستون لأن أنا جبت كارت واتحرق، وفي شكاوى كتيرة بخصوص الكروت الكينجستون. فانت طبعا هتجد متوفر بكثرة السانديسك وبعده السامسونج، تقدر تشتري اي حاجة من الاتنين والاتنين ممتازين. رقم 2 الفئة الخاصة بالكارت. هتجد طبعا كل كارت ليه فئة معينة زي الموبايلات بالظبط. يعني لو سامسونج في فئة الاس وفئة النوت وهكذا. في الكروت مثلا هتجد فئة مثلا بروفيشنال زي ده، في كستريم، في الترا، في بريمير وهكذا. طبعا في مثلا زي سانديسك مثلا هنجد الترا، اكستريم، اكستريم برو وهكذا. وطبعا كل ما عليت في الفئة هتجد جودة افضل. يعني في كروت ضد المياه، الاشعة الفوق البنفسجية، ضد الحرارة وهكذا. طبعا هتسألني في سانديسك مثلا اشتري ايه؟ الترا اقل حاجة، وعشان كده انا مشتريها عشان الفلوس. تجد اعلى حاجة مثلا كستريم برو وهكذا. فلازم كل كارت تشتريه تعرف الفئة الخاصة بيه والامكانيات الخاصة بالفئة. رقم 3 هو سعة الكارت. تجد مثلا في الكارت مثلا كارت الفيديو ده مثلا 32 جيجا، تجدها مكتوبة بخط واضح 32 جيجا بايت. طبعا معاك لحد 1 تيرا. طبعا يعني مكتوب عليه 2 جيجا، هتجده 2 جيجا، يعني مش محتاج شرح. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ رقم 4 النوع. في 3 انواع: اس دي واس دي اتش سي واس دي اكس سي. نبدأ بأول حاجة الاس دي، ودي اختصار رقمية أمينة، ودي أقصى مساحة للكارت 2 جيجا. ندخل في الاتش سي، ودي مثلا بتبدأ 4، 8، 16، وأقصى حاجة 32 زي اللي في ايدي ده، يعني ده 32 اس دي اتش سي. الاكس سي بقى معاك من 64 بدايته لحد 1 تيرا. فدي التلات أنواع الخاصة بالبطاقات. رقم 5 سرعة النقل. يعني لما تركب الكارت ده في الريدر وتوصله بالكمبيوتر، تنقل الملفات الموجودة على الكارت للكمبيوتر. اما سرعة الكتابة وهي لما تحط الكارت ده في الكاميرا وتصور فيديو او صور. المهم سرعة النقل الخاصة بالكارت تعرفها ازاي؟ تجد مكتوب مثلا في الكارت 95 ميجا بايت في الثانية، فدي سرعة النقل الخاصة بالكارت. تجد في بعض الكروت الاخرى مكتوب اكس جنبه رقم كبير. الاكس دي بترمز ل 150 كيلو بايت في الثانية. يعني مثلا الكارت اللي في ايدي ده 633 اكس، يبقى هنضرب 150 في 633 هنجد 95 ميجا بايت في الثانية. ودي سرعة النقل الخاصة بالكارت. رقم 6 وهي فئة سرعة الكتابة الخاصة بالكارت. هنجد دايرة على الكارت في أي كارت هتشتريه مكتوب جواها يا 2 يا 4 يا 6 يا 10. يعني ايه سرعة الكتابة؟ يعني لما تحط الكارت ده مثلا في الكاميرا أو في الموبايل وتصور صور أو تصور فيديوهات، يبقى سرعة كتابة البيانات. طبعا 2 يعني سرعته 2 ميجا بايت في الثانية. 4 يعني سرعة الكتابة 4 ميجا بايت في الثانية. وعشان كده لما تشتري كروت مكتوب عليها 2 أو 4 ما يرضاش الموبايل يصور معاك اتش دي. فلازم لما تشتري كارت تتأكد ان الرقم المكتوب يا 6 يا 10، ويفضل تشتري كارت مكتوب عليه 10 عشان تقدر تصور بدقة 1080 بحرية. رقم 7 وهي سرعة الكتابة العالية. هتجد مثلا في الكارت كده في زي حرف يو وجواه رقم يا اما 1 يا اما 3. لو رقم مكتوب 1 يعني سرعة كتابة البيانات 10 ميجا بايت في الثانية. لو مكتوب مثلا جواها 30 يبقى 30 ميجا بايت في الثانية. وطبعا ده بيفيدك طبعا في كتابة البيانات، بتصور صور كتيرة او بتصور فيديوهات هتجد كتابة البيانات اسرع. رقم 8 وهي سرعة النقل. حاجة كده عاملة زي اصدارات اليو اس بي، يعني يو اس بي 2.0 3.0 وهكذا. بيفيد في ايه؟ بيفيد مثلا بيزيد سرعة النقل مثلا داخل الكاميرا نفسها لو بتصور صور متتابعة،
او لو فيديو، او لو مثلا وصلت الكارت بالكمبيوتر تجد السرعة اعلى. طبعا في 3 اصدارات، الاصدار الاول بيوصل لسرعة 104 ميجا بايت في الثانية، الاصدار الثاني بيوصل ل 312 ميجا بايت في الثانية، الاصدار الثالث بيوصل ل 624 ميجا بايت في الثانية. فطبعا يفضل تجيبه ناقل عالي مثلا عشان يزيد السرعة، بغض النظر انك اصلا مش هتوصل لسرعة 104، بس لازم تعرف الرقم ده بيدل عليه. رقم 9 والاخير وهي سرعة كتابة الفيديو الخاصة بالكارت، ودي طبعا اهم حاجة لمصورين الفيديو ومنشئين المحتوى باليوتيوب. هتعرفها ازاي؟ هتجد مكتوب مثلا في وجنبه رقم، يا 6 يا 10 يا 30 يا 60 يا 90. بترمز لايه؟ ال6 يعني سرعة كتابة الفيديو 6 ميجا بايت في الثانية، ال10 10 ميجا بايت في الثانية، ال30 30 ميجا بايت في الثانية، ال60 60 ميجا بايت في الثانية، وهكذا. بتستخدم ال6 وال10 وال30 مع ال HD وال FHD، بتستخدم ال60 مع جودة ال 4K، بتستخدم مثلا ال 90 مع جودة ال 8K. تقدر طبعا تستخدم ال 90 مع ال 4K عادي مادام اعلى، دي مش قيم ثابتة لكن عشان تعطيك افضل اداء. يعني انا مثلا ممكن استخدم ال 30 مع ال 4K لكن مش افضل اداء زي لما استخدم ال 60. طبعا بكده الفيديو انتهى. اعتقد اغلبكم بعد ما عرف ايه المكتوب على الكارت بالتفصيل يقدر يختار كارت يناسب احتياجه. المهم اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولا حد عنده اي سؤال اتفضل في التعليقات، وانتظروا الفيديوهات القادمة. سلام.